بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه جدا، ويمكن يا جماعه اتكلمنا فيها في فيديو قبل كده وقلنا يا ريت اللي احنا ناخد بالنا من الموضوع ده، لان ممكن حاجه بسيطه ممكن تؤدي معانا دخول البايك في عمره كامله ونفك الموتور يا جماعه فوق وتحت بسبب حاجه بسيطه جدا. طبعا البايك ده كان معمول فيه، ده موديل 22، كان البايك ده فيه لحام في مكان طبة الزيت كانت اتشرخت، وقال راح لفني، فالفني فك ولحم مكان طبة الزيت، لكن للأسف عمل خطأ كبير جدا. وهو بعد فك وش الزيت بعد لحام الطبة ما فكش وش الزيت وبص على ترمبة الزيت لتكون اتلفت من اللحام، لان الشبكه اللي بتكون موجوده على ترمبه الزيت بتكون بلاستيك، فبالتالي بيحصل معايا عمليه حرقان في المصفى نفس ما احنا شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي يا جماعه ترمبه الزيت اللي مسؤوله عن ضخ الزيت للبايك بالكامل زي ما احنا شايفين، لان الجزء ده يا جماعه زي ما قلنا لان الشبكه دي من البلاستيك، فبالتالي لما بنيجي نلحم مكان الطبه لازم اللي احنا نفكها او نكشف عليها بعد عمليه اللحام، لان اللحام اللي كان لاحم كان لاحم لحام مش كهرباء، فبالتالي سيح معايا الجزئيه دي. وبعد كده هو قفل البايك بدون ما يفك ولا يكشف. طيب بصوا يا جماعه، نبص هنا مع بعض على الاخرام اللي هي مسؤوله عن دخول الزيت للشواكيش او الجزئيه العلويه من البايك، زائد طقم الفتيس بياخد الزيت من الجزئيه اللي هي الفتحه اللي احنا شايفينها دي. طبعا يا جماعه ده حاجه بسيطه من اللي احنا طلعناها، زي ما احنا شايفين كده الرايش طالع من الفتحه اللي هي مسؤوله عن دخول الزيت للمحرك، زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، نفس ما احنا شايفين كده في الفيديو، الرايش اللي طالع من الفتحة اللي هي بتاعة جزئية دخول الزيت. طبعا احنا بقالنا اكتر من ساعة بننظف فيها نفس ما احنا شايفين كده علشان نقدر نطلع الرايش. طبعا احنا طلعنا رايش كتير جدا جدا من المحرك. طبعا احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده وقلنا يا جماعة نخلي بالنا من الموضوع ده، زي ما شايفين كده يا جماعه كميه الرايش اللي هي موجوده في المحرك من الداخل. طبعا دي تؤدي معايا زي ما قلت لدخول البايك في عمره كامله بسبب الفتحه البسيطه اللي احنا شايفينها دي. طبعا دي يا جماعه كانت مسدوده، المجاري بتاعه الفتحات الزيت كانت مكتومه. طيب ده بسبب لان المصفى اتقطعت، فاصبح الترومبه يا جماعه شاده جميع الرايش، يعني شاده جميع الرايش ومدخلاه داخل الفتحات البسيطه دي، بيعدي من الجزئيه دي، بعد كده بيطلع من الجزئيه دي وبيروح للمحرك، وبالتالي ممكن يؤدي معايا لتلف المحرك نهائي بسبب حاجه بسيطه، بسبب ريشايه بسيطه تدخل في مخارج ومداخل الزيت اللي هي الاخرام الجزء اللي هو ده. طيب فيديو النهارده ممكن يكون توعيه ليكم. طبعا يا جماعه اي حد هيلعب في موضوع الطبه، سواء هيقلوص الطبه او هيعمل فيها اي شغل، لازم ان انت تروح لفني وتفك وش الزيت، لانك انت لو رحت للمخرطه وقلوص مكان الطبه او وسع مكان الطبه او تم الحام او حاجه زي كده، لازم ان انا اروح لفني وافك وش الزيت علشان اقدر اطلع الرايش اللي داخل المحرك من الداخل، علشان ما يؤديش معايا لتلف المحرك من الداخل. طيب ولازم برضو ان انا افك واطمن على مصفة الزيت اللي هي راكبه في ترمبة الزيت باستمراريه يا جماعه، بالذات لو تم اي عمليه لحام او اي موضوع خراطه داخل المحرك، يبقى احنا لازم اللي احنا نفك زي ما قلت وننظف ونتاكد من مضخه الزيت او ما يسمى ترمبه الزيت، بحيث ان احنا نقدر نحافظ على سلامه البايك من اي تلف او اي مشاكل ممكن تؤدي ليه. طبعا احنا بقالنا اكتر
من ربع ساعه والله يا جماعه بننظف في جزئيه الرايش اللي موجوده داخل المحرك ده. وده طبعا قعدنا فتره طويله جدا ننظف في الرايش زي ما احنا شفنا كده. ادي رايشتين. حبيت ان انا اعمل فيديو ليكم بحيث ان انت لو عامل حاجه زي كده ربنا يسترها علينا وعليك، يبقى انت تفك المكان وتبص عليه بدل ما تدخل نفسك في مشكله كبيره. ربنا يسترها علينا وعليكم. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.